النادي الاهلي بعد بن شرقي، امام عاشور، زيزو لو جه، تريزيجيه، النادي الاهلي عنده منافس في مصر. بس انا شايف ان بيراميدز بقى متفوق على المستوى الفردي، الكواليتي اللعيبه. بيراميدز رقم واحد، هو رقم واحد. الاهلي ممكن يخش رقم ثلاثه، يعني ثلاثه. بيراميدز، الزمالك الاهلي. يعني يبقى الثالث. الزمالك الثاني والثاني. ما هو الزمالك الثاني. احنا متفقين ان الزمالك دايما يبقى الثاني، النادي الاهلي يبقى الثالث. ايه يا عصام؟ والرابع كمان. لا مش بالبطولات، مش هيكسب لا. بالبطولات. الفكره اسوأ نتائج على فكره، واسوأ موسم النادي الاهلي هذا الموسم على فكره، في النتائج والتعادلات والاهداف اللي بتخش النادي. 17 هدف يخش النادي على فكره، اقل مجموعه جت في تاريخ النادي الاهلي المجموعه دي. طب احنا عندنا كسبه عشناها بقالنا 50 سنه. لعيبه نادي الزمالك افضل من لعيبه الاهلي، ولكن الاهلي اداريا افضل. دي كانت كسبه كبيره جدا. انا مش هغير كلامي، انا مصر عليه. اقل جيل واقل مجموعه في الخامه والكواليتي المجموعه دي. جيل عمل انجازات. شفت كابتن عصام مرعي؟ انا عصام مرعي ده على فكره من الناس المحترمه جدا، خلي بالكم، ولكن كلام مش منطقي شويه. يعني هو بيقول لك بيراميدز، زمالك، اهلي، من حيث الكواليتي بتاع اللعيبه، من حيث يعني امكانيات وجوده اللعيبه. طب هنقول بيراميدز، نقول بيراميدز الاول، هنعديها بيراميدز الاول. بعد كده يقول لك الزمالك الثاني والاهلي الثالث، لان الاهلي عامل مواسم وحشه، او عامل الموسم ده سيء جدا. دخل فيه كام هدف وما دخلش فيه كام هدف، وقعد يقول لك ان الزمالك راكب الاهلي بقى 3 سنين. لو جبنا بالنتائج هنشوف الزمالك تحت الاهلي. يا سيدي الزمالك المركز الثاني والاهلي المركز الثالث، عشان الاهلي السنه دي عامل موسم وحش. طب هو الزمالك ايه يعني؟ هو الزمالك واخد افريقيا؟ ده الزمالك خرج من الكونفدراليه وخسر السوبر المصري وشبه خسر الدوري، والله اعلم هيعمل ايه في الكاس. سيبك من الرابطه كده كده الاهلي والزمالك بيلعبوا ناشئين فخرجوا منها. الزمالك متبهدل. فعلى الاقل الاهلي السنه دي مش حلو، انا معاك، لكن ما تقولش الاهلي الثالث وما تقولش الزمالك راكب الاهلي بس 6 سنين او 3 سنين. تاني حاجه بيقول لك الجيل الاهلي ده اوحش جيل في تاريخ الاهلي. يا جدع، انت تعرف يا كابتن عصام، احنا ممكن شايفين جيل ابو تريكه احسن جيل في تاريخ الاهلي، ولكن الجيل ده ممكن يكون فيه حاجات حققها جيل ابو تريكه ما حققهاش. والله انت ما تعرفش. جيل ابو تريكه واخد برونزيه واحده في كاس العالم للانديه، ده واخد 3 برونزيات اعتقد، انا نسيت والمصحف ما تعرفش. فالجيل ده جيل تاريخي للنادي الاهلي برضه على فكره، سواء بقى اختلفنا على امكانياته او ما اختلفناش، جيل تاريخي للنادي الاهلي. فكابتن عصام انت من الناس المحترمه انا بحبها الصراحه، وراجل محترم وشخصيه محترمه جدا على فكره كابتن عصام مرعي، ولكن برضه كابتن عصام قول كلام بالعقل. قول الاهلي واقع من اسوأ مواسمه، لكن ما تقولش الزمالك الثاني والاهلي الثالث. لا، ما هو الزمالك عمل ايه؟ انت قول لي برضه الزمالك عمل ايه يا كابتن عصام بقى.